طيب السؤال الثاني، هل قاومت القوات الفنزويلية القوات الأمريكية؟ عايز أقول لكم إن الموضوع كله ما قعدش 30 دقيقة يعني. القوات الأمريكية ضربت بعض المعسكرات الفنزويلية علشان خاطر تشتت الانتباه، وبعد كده راحت داخلة على نزلت على القصر اللي موجود في مادورو. حصل يعني يقال ان حصل بعض الاشتباكات، وان كانت مفيش اي دلائل عليها يعني. وخدوا الراجل سحبوه علقوه كده هو بأربطة وطلعوه على الطيران، والراجل راح على امريكا. المشهد الهوليودي ده بيدل ان المنطقة كلها اصبحت في خطر، والعالم كله اصبح في خطر. الغريبة والعجيب ان فنزويلا من فترة صغيرة جدا، يعتبر من ايام يعني، مضت معاهدة مع روسيا. المعاهدة دي بتقول ان روسيا يعني هي المعنية بحماية فنزويلا. طب يعني المعاهدة دي برغم ان هي اتمضت، واضح ان ترامب ما شغلش باله بيها بشكل او باخر يعني. وده لو بيدل ان احنا داخلين على ايام صعبة في العالم كله.